الناس بتزعل مننا لما بنقول كلمة حق وكلمة عدل، لكن أنا لغاية ما أموت هفضل أقول إن المغرب أعظم بلد. يزعل مني تونسيين، يسمع مني جزائريين، يزعل مني مغاربة، حتى لو المغاربة زعلانين اللي أنا بقول إن المغرب أحسن بلد في الكون، أنا ما عنديش مشكلة، بس أنا هقول كلمة حق. طبعا امبارح كلنا شفنا الهجوم اللي عمله داعش على مدينة دار البيضاء، والعالم كله اتكلم وحكى، والصحف الفرنسية اتكلمت والصحف الإنجليزية اتكلمت ان ازاي عظمة المغرب، ان المغرب قدر ازاي يوقف داعش ويقبض على داعش، وان المغرب كان عامل مخطط رائع وجميل، والعالم كله شكر المغرب، لان المغرب على فكرة ادى ناس كتير معلومات من الناس اللي تم القبض عليها بتفجيرات في دول تانية. فالمغرب بكل امانة وبكل وضوح وبكل صراحة عامل واجب مع العالم. جيت انا المحايد العربي، جيت انا اقل واحد فيهم، يعني انا ولا صحيفة انجليزية ولا عربية ولا اي صحيفة، انا راجل عادي طلعت اقول امبارح المغرب دمر داعش، المغرب قدر ان هو يقبض على داعش، ان الدواعشة عمالين يقولوا ان المغرب بلد قوية. انا اجرمت في ايه؟ يدخل لي الجزائريين، يا عم المحايد انت ما جبت سيرتنا ليه؟ هو انت يا ابني حصل عندك هجوم؟ طب انا قبل ما اكمل الحلقة بقى، انا عمري ما قلت اعمل لايك ولا اعمل سبسكرايب، انا عايز الفيديو ده يوصل 1,000,000 مشاهدة، لان دي كلمة حق هتتقال. انا عايز الفيديو ده يوصل 1,000,000، وانا واعي انا بقول ايه، 1,000,000 1,000,000 دلوقتي يوصل. ايه يا عم المحايد ده انت اول مرة في دنيتك تقول لي اعمل لايك وسبسكرايب؟ اقسم بديني ما فارق معايا ان الفيديو ده يوصل للعالم كله. ليه يا عم المحايد؟ يا عم عايز العالم كله يعرف عظمة المغرب. هو عيب يا جدعان لما نطلع نقول ان المغرب بلد عظيمة؟ هل انا شتمت على الجزائر؟ هل انا شتمت على تونس؟ هل انا شتمت على اي بلد عربي؟ انا بقول لك ان المغرب بلد عظيمة، وان المغرب بقوته وبجيشه وشعبه قدر يسيطر على داعش، وان داعش بعد كده قبل ما يدخل المغرب يفكر يعمل صاروخ هيبقى عارف ومتأكد 1,000,000% ان هم لو دخلوا مش هيطلعوا، وان الصاروخ مش هيولع. انا كده اجرمت في ايه؟ انا مستني تعليقات ناس محترمه تقول لي، ومش مستني تعليقات مغاربه، لان المغاربه الطبيعي هيقول لي شكرا يا عم المحايد بنحبك يا عم المحايد. طب ما ده الطبيعي، لان انا بشكر في المغرب، ده طبيعي، لكن انا عايز الناس الجزائريين والتونسيين وكل الفئات العربيه. انا اجرمت في ايه لما اقول كلمه حق على المغرب؟ انتوا بتزعلوا من المغرب، انا ماليش دعوه. مع ان المغرب يزعل الناس ليه؟ دي بلد متقدمة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ورياضيا وعاملة لنا سمعة. روح حبيبي الفيفا هيقول لك بالسنتي بالملي، ابقى مش راجل لو ما حصلش كده. يقول لك ان البلاد العربية تفوقت، والبلاد العربية بقت في نفس مستوى البلاد الأوروبية على مستوى كرة القدم. طبعا لما تيجي تسأل حد شغال في الفيفا انت ليه بتقول كده، هيقول لك لان المغرب خلت طموح العرب فوق، وخلت العرب، خلت اوروبا تخاف من العرب. 8 لعيبه مغاربه متاهلين لدور ال 16 في دوري ابطال اوروبا. 8 لعيبه، ولعيبه اقوياء ولعيبه رائعين. طب انا اقول لكم على حق، واقسم بديني بقسم لو اتقال لي يا محيد اعمل الفيديو ده احنا عايزين نشوف اللي هعمله. انا لو عايز اخد ترند على حد، انا معايا فيديو مسخرة مسخرة. ايه يا عم المحايد اللي معاك؟ اللاعب الكبير تيري هنري، وهو لاعب فرنسي مشجع جزائري، كان بياكل مستيكة في بقه، فبيعمل له كده بنفس الطريقة، تيري بيعمل له كده، فتيري هنري قال له مالك انت، فيك شيء بتتحدث كده ليه؟
قال له نو نو نو، انا حضن، عايز حضن. اقسم بديني ابقى مش راجل لو ما زعتش الفيديو ده، لو انتوا طلبتوا في الكومنتات. بس انا عشان بتاع ترند مش هذيعه دلوقتي. فراح قال له تيري هنري قال له طب عايز حضن ليه؟ اديك حضن. قال له لاني مواطن جزائري. قال له ايوه، انت هتعمل لي ايه عشان اديك حضن؟ وفي الاخر تيري هنري قال له اتكلم عدل. المشجع تف المستيكه من بقه، وراح تيري هنري عشان ما يكسرش بخاطره حضنه. لو احنا عايزين ترند وعايزين نطلع البلاد العربيه بصوره وحشه، كنا هنحط الفيديو ده. سهل قوي، سهل قوي نحط الفيديو ده، مع ان الفيديو ده مشهور في العالم كله، وصحافات صحف عربيه كلها اخداه. بس انا مش هاخده ليه؟ لان ما بحبش اللقطه، مش بتاع لقطه، وعمري هتكون بتاع لقطه. انا راجل يا ابني بتكلم بحق وعدل. المغرب امبارح قضى على داعش، طلعت قلت ان المغرب صيطنا قدام داعش، وان المغرب قدر ان هو يحصل على يعني هيبه وقوه وشراسه من داعش، ان هو قبض على داعش، ان عمل مخطط داعشي، ان حتى كمان شعبه امبارح. بص الشعب المغربي واقف في الشارع دكر. انا في يا حبيبي في شعوب بتبقى واقفه عامله كده بترعش، لكن انت شايف كم واحد مغربي كان في الفيديوهات وكان واقف دكر ساند طوله وما بيخافش وما بيهبش؟ شفت انت الحته دي؟ لكن في بني ادم هيقول العدل، في بني ادم هيقول الحق، اقسم بالله ما حد هينطق نص كلمه، وانا اقسمت. طب ليه عم المحايد كده؟ مش هيجي معاهم، الموضوع مش هيبقى على هواهم، هيقول لك لا مش حلو. احنا هنا عشان نقول كلمه عدل وكلمه حق، ولا عايزين حاجه من ده ولا عايزين حاجه من ده. بس انا بقى هموت واعرف، وانا مستني اجابه. هو انا لو كان تونس اللي عملت كده، ولا الجزائر، ولا اي بلد عربيه، وطلعت قلت شكرا لكم ده انتوا صيادتونا والحكايه، كنت هتطلعوا تقول تشتموني؟ لا حبيبي يا محايد، بنحبك يا محايد، احنا اراضي مش عارف ايه، احنا ايه. حط، ما دام انت شايف ان انا باجي مع المغرب كتير، ينفع تحسبها بعقلك، بعقلك مش بقلبك، بعقلك. انا ليه باجي مع المغرب؟ شايف كل يوم حاجة بتحصل، شايف تقدم كبير، شايف ان المغاربة فعلا، لا المغاربة دلوقتي مش هقدر اقول ان هم دلوقتي كبار افريقيا، لا المغرب عدى افريقيا. انا دايما كنت بقول ايه؟ كنت بقول دايما زمان المغرب قائد الامة العربية. حتى الناس تسمع دايما في كل فيديو المحايد العربي، المغرب قائد الامة العربية، المغرب قائد الامة العربية. فالناس كتير بتسألني تقول لي طب ليه يا محايد بتقول ان المغرب قائد الامة العربية؟ ليه مش مصر؟ ليه مش تونس؟ مصر في حتة لوحديها، مصر ممكن نقول فخر الأمة العربية. الجزائر شوفوا انتوا عايزين تسموها ايه، تونس ممكن نقول نكهة الأمم العربية، حاجة جميلة. لكن المغرب أنا لما قلت قائد، لأن القائد ده عنده دور القيادة. كلمة دي بقى بقول لك يا نهار اسود، ولا كأني شتمت الناس يا عم، أنا بقى بقول كلمتين حق في حق الناس المحترمين دي. اليوم بس بنوفي جمايل الناس دي عملتها معانا. يا عم جمايل، انا خيري من المغاربه. هقعد احور عليك واقول لك اصل انا بعمل مش عارف والحكايه بص انت بتتعامل مع بني ادم قسما بديني ما بيكذب في نص كلمه، الحمد لله. ولو كذبت في خبر بطلع تاني يوم اقول جماعه الخبر ده ما كانش صحيح، مصدره كان غلط. فهقعد اقول لك اصل المغاربه مش خيرهم عليا، لا خيرهم عليا. اقول لك على حاجه، المغاربه اللي مجوزيني يا عم عادي، ولا نزعل نفسنا، بنقول كلمه حق يا جماعه. مش فلوس اليوتيوب دي انا باخدها، ولا انا باخدها اوزعها على الفقراء، ولا انا بوزعها مش عارف فين، لا انا باخدها. لكن ان بقى حد يقول لي اصل يا محايد يا عربي المغرب عمل ايه مع داعش؟ نعم، طب انت مش عارف قول لي عرفك. لكن المغرب ما عملش حاجه مع داعش. عامل محايد دول قبضوا على كام واحد مخبين وشهم، دول مش داعش يا راجل. يعني لو كان بلدك اللي عملت الجزئيه دي كنت هتقول نفس الجمله، ولا كنت هتطلع تتفشخر ببلدك زي اي مواطن طبيعي؟
يتفشخر ببلده، فرحان ببلده، مبسوط، الحكاية، الرواية، شايف ان الجو جميل، القصة، الحكاية. هل ده يزعل حد مننا؟ اتمنى رسالتي تكون واصلة للناس، والناس تكون مستوعبة اللي انا بقوله، ويكونوا فاهمين اللي انا بتكلم كلام حق وكلام عدل. لان والله العظيم احنا هنا ولا بنكذب ولا بنحور، بالعكس، ده احنا والله العظيم كل كلمة بنقولها بكل حق وبكل عدل. انا خلصت كل الكواليس وكل التفاصيل، ومش عايز حاجة منكم. اللي عايز يعمل لايك يعمل، ومش عايز يعمل ما يعملش. كنت متضايق في اول الفيديو، لكن دلوقتي خلاص عادي، ولا اكن حاجة حصلت. اوعى تنسى اللايك والسبسكرايب. مع الف سلامة يا احلى جمهور في الوطن العربي.